السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل البطة مشوية كده زي ما انتوا شايفين. ايه رأيكم في الجمال؟ ولا هنسلق ولا هنقف على البوتاجاز ولا هنعمل اي حاجة كده بسم الله ما شاء الله تستاهل بق كل اللي هيحط لي اللايك والاشتراك في القناة. ايه رأيكم في الجمال؟ بطة كده في الكيس الحراري كده، تحتيها شوية خضار كده، حاجة من الاخر. انا معايا كده يا جماعة بطاية غسلاها ومخلياها زي الفل، ماشي، كبده والقنصه وكله تمام. هركنها بقى كده على جنب عشان نعمل لها الخلطه السحريه بتاعتها. خلطه سهله وسريعه بس بجد طعمها مختلف جدا جدا، يعني ما شاء الله. ده الخضار يا جماعه اللي انا هحطه تحت البطايه. اول حاجه كده هجيب المبشره بتاعتي وهبشر فيها طماطمايه زي ما انتوا شايفين، وبصلايه اهوت، هبشرها كويس اهوت والبصلايه اهوت. تمام. دي الخلطه اللي انا هتبل بيها كده البطايه. مش قادره اقول لكم بجد كان طعمها فظيع زي ما انتوا شايفين كده. كده تمام وبقى معايا زي الفل. نبدا بقى نتبل. معلقه كمون كبيره، معلقه فلفل اسود كبيره، ماشي، 7 بهارات، معلقه برضو كبيره، ورق لوري كده هكسرهم زي ما انتوا شايفين كده، خليهم لقطع صغيره، ماشي. فلفل اسود ده نوع حلو قوي حامي كده ما شاء الله، فظيع يعني. احط بقى كده معلقتين من الزيت، ماشي، ومعلقه ملح كده محترمه، وهقلب كل ده مع بعض. ايه رايكم؟ تتبيلتنا سهله وبسيطه بس بجد ان شاء الله هتطلع معاكي حلوه جدا. هقلب بقى كل اللي انتوا شايفينه ده مع بعضه كده، ماشي. واقوم رايحه جايبه البطايه بتاعتي الجميله دي، وزي ما انتوا شايفين هاخد بقى الخلطه كده ويمين وشمال وجوه وبره وكل حاجه، هتبلها كلها بالتوابل اللي انا حطاها دي والخلطه اللي انا عاملاها زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، من جوه كده ومن بره من كل حته، مش هسيبها. تمام. اخلصها كده دعك من فوق وتحت ومن بره ومن جوه ومن كل حاجه، وبعد كده هقوم مكتفاها زي ما انتوا شايفين. معلش، الاول هحط فيها جزرتين كده من النص، ماشي، مع شريحتين كده بصل، ماشي، مع البخار بقى. الحاجات دي بتخليها ليها ريحه وطعم كده حلو قوي. هقوم مكتفاها زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله اهو. سهله جدا معايا وما خدتش اي وقت، وهتطلع معاكي بجد ان شاء الله طعمها مختلف خالص عن البط العادي زي ما انتوا شايفين كده اهوت. نبدا بقى نجهز الخضار بتاعنا اللي احنا هنحطه تحت البط. انا معايا بطاطستين مقطعاهم زي ما انتوا شايفين كده، وجزرايه، وهحط قرن فلفل حامي، ماشي. وهجيب طماطمايه كده اقوم مقطعاها شرايح زي ما انتوا شايفين كده، ماشي. وهجيب بصلايه برضو اقوم مقطعاها شرايح برضو، نفس التقطيعه اللي انا قطعت بيها الطماطم زي ما انتوا شايفين كده. تمام كده يا جماعه. اقطع برضو البصلايه شرايح زي الطماطم كده بالظبط، مش هحط عليهم اي حاجه. هجيب بقى الكيس الحراري بتاعي ده ما شاء الله، ده كان حجمه كبير، تمام. هحط فيه الخضار كده من تحت على طول، وهقوم بصوا رصاهم كده بحيث ان انا احط البطه من فوقهم اهوت كده من غير توابل ومن غير اي حاجه. هقوم جايبه البطايه كده بتاعتي الجميله دي، واقوم حطاها مدخله البطه كده، ماشي، ومظبطاها كده اهوت. والكبده والقنصه بقى زي ما انتوا شايفين، واخد بقى اللي هو كان في الباقي كده من البطه، من الصوص بتاع البطه، اقوم حطاهم كده زي ما انتوا شايفين كده، ماشي. كده بقى للاسف انا الرباط بتاع الكيس ما لقيتوش، قمت ربطاه كده ربطه اكني بربط كيس عادي خالص اهوت. وبعد ما ربطته كده بقى هقوم ماسكه البطايه كده، واقوم رجاها كده بالخضار بحيث ان كله يشرب من بعضه من التتبيله زي ما انتوا شايفين كده. بصوا ما شاء الله التتبيله عامله ازاي، ماشي كده. خلاص بقت معايا زي الفل البطه. اجيب بقى الصينيه اللي انا هدخلها بيها الفرن زي ما انتوا شايفين، واقوم حاطه فيها شويه ميه كده محترمين، كوبايتين ميه مثلا كده اهوت، ميه عاديه خالص من الحنفيه. طبعا انا كده كنت مشغله الفرن، تمام. هدخلها بقى زي ما انتوا شايفين كده من غير اي حاجه، مش هحط اي حاجه في الميه ولا حاجه. هقوم مدخلاها في الفرن زي ما انتوا شايفين كده. انا مهديه منزله خالص الرف بحيث ان هي تغلي معايا. بصوا ما شاء الله بتغلي اهيت. انا هسيبها منفوخه زي ما هي كده بحيث ان هي تبقى ايه، مستويه ومهريه كده. كده بقى خلاص لما دخلت في السوا قمت خرمه الكيس خرمه بسيطه وسبته، ورجعت له تاني لقيته ما شاء الله عبى تاني زي ما انتوا شايفين كده، ماشيه كده. البطايه كانت استوت وبقت زي الفل. هقوم فاتحاه بقى بالسكينه زي ما انتوا شايفين كده، وهوريكم برضو ان انا ايه. بصوا ما شاء الله، بصوا كانت ما شاء الله كده حاجه مش قادره اقول لكم، يعني مستويه بشكل غير طبيعي، مهريه كده، دايبه في الصوص دب.
قمت كده بقى خلاص يا جماعه مشغله عليها الشوايه ماشي. بعد ما استوت وبقت معايا زي الفل اهيت، هقوم بقى قلباها الناحيه التانية كده برضه عشان تاخد لون من تحت نفس اللون اللي فوق كده زي ما انتوا شايفين اهوت. وهسيبها كده لغايه لما تاخد اللون الحلو، وبعد كده نطلعها مع بعض. اهو يا جماعه كده البطه استوت وخدت لون تحفه، وبجد كان طعمها حلو قوي. نبدا بقى نجيب الطبق بتاعنا ونطلعها كده ونشوف الخضار وجماله. كده يا جماعه البطه تكون خلصت معانا. ايه رايكم في الجمال؟ لا بجد حتى طعم الخضار اللي كان تحتيها احلى من البطايه كمان. ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ بطايه كده ما خدتش معانا اي حاجه، وبجد مختلفه وطعمها حلو جدا. ولو عجبتكم الوصفه يا جماعه يا ريت تحطوا اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله، واستنوني في فيديوهات كتير.